السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي، استكمالا لشرح مادة التوحيد. الدرس التاسع: ما يجب وما يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الناظم: ويجب في حقهم الأمانة وصدقهم وضف له الفطانة، ومثل ذا تبليغهم لما أتوا، ويستحيل ضدها كما رووا. قال: الرسل بشر اختارهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ الرسالة إلى الناس حتى لا تكون لهم حجة يوم القيامة. والاختيار مبني على التفضيل في الخلق والخلق، يعني الله عز وجل فضل الأنبياء على غيرهم في خلقتهم وخلقهم، فليس من الحكمة أن يختار الخالق من يكون فيه عيب يحول بينه وبين أداء المهمة التي اختير لها، وإلا كان غير حكيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والعقل يجيز على أن الأنبياء والرسل ما يجيزه على سائر البشر، لكن الشرع يعني العقل ممكن يقول إن الأنبياء دول بشر، فبالتالي يطبق عليهم ما يطبق على البشر، وطبعا ده لا يليق في حق الأنبياء. قال: العقل يجيز على الأنبياء والرسل ما يجيزه على سائر البشر، لكن الشرع يوجب لهم صفات خاصة تمكنهم من أداء مهمتهم، فقد اصطفاهم الله واختارهم من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومنحهم أفضل ما منح البشر، ولذا وجب لهم كل كمال بشري، ونزه عنهم كل نقص بشري يعوق رسالتهم، وأوجب لهم تفصيلا 4 صفات، وهي إجمالا جامعة الخير كله: الأمانة والصدق والفطانة والتبليغ. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ممكن تحفظها كده: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الأمانة وهي العصمة، قال لغة المنع والحفظ، العصمة لغة المنع والحفظ، واصطلاحا حفظ الله ظواهر الأنبياء وبواطنهم من التلبس بمنهي عنهم، ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، الله عز وجل نهاهم عن هذا. تمام كده؟ يبقى الله عز وجل حافظ الأنبياء بالمعاصي الظاهرة، تمام، اللي هي أعمال الجوارح، والباطنة اللي هي أعمال القلوب من الغل والحسد والحقد. قال: فقد بعثهم الله لتبليغ الدعوة وهداية الناس، وجعلهم قدوة عملية وأسوة واضحة، كما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والناس مطالبون بطاعتهم والاستجابة لهم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل لفظ يقولونه أو فعل يفعلونه تشريع واجب الاتباع، ولو فعلوا المنهي عنه لكنا مأمورون باتباعهم، إلا أن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، كما قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولذلك حفظ الله ظواهرهم من كل ما يدنس، فهم محفوظون من الكذب والزنا والخيانة وشرب الخمر وإيذاء الناس والسجود لغير الله إلا غيره، كما حفظ الله قلوبهم وباطنهم من المعاصي التي لا يطلع عليها أحد غير الله، كالحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطل، فهم لا يفعلون المحرم ولا المكروه ولا خلاف الأولى، لا يفعلون المحرم ولا المكروه ولا خلاف الأولى. وإذا وقع منهم شيء من ذلك فهو للتشريع، يعني لو وقع من النبي شيء مكروه أو شيء خلاف الأولى، ده بيكون لحكمة معينة، وهي ليبين أن هذا الأمر ليس حراما، يعني لو أنت فعلته فهذا ليس فيه حرمة عليك. قال: واجبا أو مندوبا في حقهم، فأفعالهم دائرة بين الوجوب والندب، يعني إما يفعل واجب أو يفعل مندوب، الأمر اللي الرسول بيعمله ده إما واجب إما مندوب. طب لو عمل المكروه دي حالة واحدة بس خاصة، ده ممكن يكون للتشريع، اللي هو أن يعلم أمته أن هذا ليس حراما. طيب، قال: وليس ذلك عجيبا، فهذه المنزلة قد يدركها بعض أتباعهم فيفعلون المباح بنية العبادة، فتكون مندوبة لهم وعليها أجر، كما في حديث سعد بن أبي وقاص. يعني أنا أصلا ممكن واحد من الأمة أفعل المباح بنية صالحة فيكون مندوب في حقه فأخذ ثواب عليه،
يعني زي الأكل والشرب. الآن الإنسان لو كان ينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله ففي هذه عليها أجر. وأيضا بل أمر من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لسعد بن أبي وقاص قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني الأكل اللي بتأكله لزوجتك ده إيه؟ ده فيه ثواب. وحسن المعاشرة الذي يصل إلى المداعبة لذلك فيه أجر إذا قصد وجه الله. وحفظ الله الأنبياء في الظهر والبطن ليس قاصرا على زمن النبوة، وإنما يمتد إلى أول عهدهم بالحياة. يعني الله عز وجل حفظ الأنبياء من يوم أن ولدوا، مش من يوم أن تنزل عليهم الرسالة. فهم ينشأون بين أقوامهم ممتازين بالأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، حتى لا يطعن فيهم طاعن وإنهم دعوا الناس إلى الخير. ولذلك أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الكفر منذ ولادتهم ومن كل ما يستهجنه العقل ويوجب نفرة الناس وكالكذب والزنا والسرقة. واليهود لعنهم الله لا يجيبون هذا للأنبياء عندهم يعني. فالأنبياء والرسل محفوظون بحفظ الله لهم من الذنوب والآثام، إذ كيف يستطيعون دعوة الناس إلى الخير ونهيهم عن الإثم والشر وأيديهم ملطخة بالإثم وقلوبهم مشحونة بالشر. يوجد العقل أصلا هو يستوجب هذا. وقد استنكر القرآن الكريم من الدعاة أن يأمروا الناس بما لا يفعلون، وهذه نزلت في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر، وهي عامة للجميع يعني. ثم إنه سبحانه وتعالى يؤيد رسله بالمعجزات، فكيف يصطفيهم وهم له عاصون ولأنفسهم ظالمون. دي كلها أدلة بيستدل بها المصنف على أنه لا يليق بأن الأنبياء يجوز عليهم فعل المعاصي. النصوص التي توهم عدم عصمة الأنبياء. عندنا بعض النصوص توهم عدم العصمة وكيف يكون الرد عليها. قال: وردت في الشرع نصوص توهم وقع بعد الأنبياء في الذنب والمعصية، وهذه النصوص لا تتنافى مع وجوب العصمة للأنبياء، فإن كانت خبر آحاد وجب ردها. طبعا هنا وقفة جامدة جدا. طبعا اللي متابع شرحي من أولى ثانوي بفضل الله يعلم الكلام الذي أقوله أنا. كتاب التوحيد طبعا بالنسبة لأولى كان فيه طبعا بعض الأخطاء وردنا عليه، وطبعا كذلك لأن المؤلف واحد، هو المؤلف كتاب أولى ومؤلف كتاب تاني ومؤلف كتاب ثالثة اللي هي جوهرة التوحيد، طبعا بها بعض الأخطاء. ومن ضمن الأخطاء التي يذكرونها بيقول لك: فإن كانت خبر أحد وجب ردها. طبعا الكلام ده خطأ، الكلام ده هو خطأ. يعني خبر أحد، طبعا خبر أحد لو تفتكروا ان احنا خدناه في أولى ثانوي في مصطلح الحديث، خبر الأحد ما هو ما دون المتواتر. يعني ايه؟ يعني رواه أقل من عدد التواتر. يعني ممكن يكونوا لو هنقول مثلا عدد التواتر 10، لو رواه 9 عن 9 عن 9 يبقى ده اسمه خبر أحد. رواه 9، رواه 4، رواه 5، رواه 3، رواه 1، ده اسمه أحد. أحد مش معناه واحد، لا، أحد عدد أقل من المتواتر. طب نفترض ان الحديث ده في البخاري، هنرده في مسلم، هنرده ممكن يكون في البخاري ومسلم واسمه أحد. طب هنرده؟ لا طبعا هنرده ازاي هو اصلا في البخاري ومسلم؟ يبقى في سبب تاني نبحث عنه ونشوف العلماء اتكلموا في الموضوع ده وازاي وفقوا بين الاحاديث، فهتلاقي الموضوع سهل وبسيط. مش هنقول خبر أحد نرده، لا مش هنرده. عندك اول حديث في البخاري وفي مسلم وفي الكتب التسعة انما الاعمال بالنيات، ده حديث أحد مش متواتر. فدي خطأ وجب التنبيه عليه. ولكن طبعا كما تعلمنا انت في ورقة الإجابة هتكتب نص ما في الكتاب، انما هذا من باب الأمانة العلمية. طيب بيقول لي: فإن كانت خبر آحاد وجب ردها لمعارضتها النصوص الصريحة في ثبوت عصمة الأنبياء. طبعا اللي احنا عايزين نعرفه مفيش حديث صحيح يعارض آية من كل الوجوه. لازم يكون في حل في الموضوع دهوت، او انت مش فاهم وهتبحث عن قول العلماء، هتلاقي العلماء وفقوا بين الحديث الصحيح دوت والآية، لان اللي جاء الحديث هو اللي جاء بالقرآن، فلا يمكن ان يكون هناك تعارض اصلا يعني.
وإن كانت متواترة قرآنا أو سنة فإنها تؤول بأن تحمل على غير ظاهرها فنصرفها على أنها من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني الأبرار اللي هم أقل من المقربين شوية، فالحسنة اللي أنا أعدها في حقي يعني كأنها سيئة في حق من الأنبياء والمرسلين. دي يقولون عنها إيه؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالمقربون أعلى درجة من الأبرار، وقد يفعل الأبرار أمرا هو حسنة في حقهم لو فعله المقربون لكان في حقهم سيئة. ولذلك العلو مقامهم والمؤاخذة إنما هي بقدر القرب والمكانة. يعني ممكن زيد لو فعل أمر ده يحسب في حقه أنه عمل طاعة. طب لو عمرو مثلا فعل فعل معين ممكن في حقه يحسب ذنب. طب ازاي؟ قال لي لأن عمرو مقرب عند الله عز وجل من زيد، فده هذا ليس كهذا، يعني الناس متفاوتون في القرب من الله. فما يباح لعامة الناس قد يمنع من خواصهم، فقد يكون الفعل مباحا في حق غيرهم ويعد في حقهم ذنبا يلامون عليه، وما ذلك إلا لعلو المنزلة والمكانة، فكان ذلك الحال في الأنبياء والمرسلين. ولا يجوز النطق بالنصوص الموهمة في حق الأنبياء في غير موردها إلا في مقام البيان والتعليم. عندنا بقى دي كلها مقدمة. طيب هنخش على أول واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام. سيدنا آدم ما ورد في حقه؟ قال أن الله نهى آدم عليه السلام عن الأكل من الشجرة، فوسوس له الشيطان وأغراه فوقع في المعصية واعترف بالذنب فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسمى الله فعل آدم معصية وغواية في قوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فعش نقطة يعني. والجواب أن الوقوع في الخطأ من آدم لم يكن عن قصد، وإنما هو نسيان كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال والتكليف إنما هو في حدود الطاقة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولذلك رفع الإثم عن الناس لأنه ليس في حدود طاقته، وإنما سمي ما فعله آدم معصية لدرجة آدم وقربه من ربه. ولو كان هذا الأمر مع غيره لم تكن فيه مؤاخذة ولا عتاب. ولأهل السنة رد آخر، وهو أن هذا الحديث وقع قبل النبوة وليس ممن يشين فلا تجب العصمة منه. يبقى احنا عندنا هنا ردين. الرد الأول بيقول لي ما ورد في حق آدم عليه السلام بأنه الله عز وجل سماه معصية وغواية بأن هذا وقع على سبيل النسيان وليس على سبيل القصد، وإنما يؤاخذ الإنسان على القصد وليس على النسيان. فهذا في حق آدم دي عدة ذنب ومعصية، ولذلك عاقبه الله آدم عليه الصلاة والسلام. طيب في رد تاني قال لي والله لا، الرد قال لي أن الذي حدث هذا وقع قبل أن تنزل عليه النبوة وليس مما يشين فلا تجب العصمة منه. كنت سمعت كلام للشيخ الشعراوي رضي الله عنه ورحمه عن نسيان آدم عليه السلام، إزاي ربنا أخبر أنه نسي وكيف يعاقب الإنسان على نسيانه. قال يعني في رد كثير من العلماء وكأن النسيان هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن النسيان كان في حق آدم ذنب. لماذا؟ لأن التكليف ده هذا ما قاله الشيخ الشعراوي على ما أذكر، قال لأن التكليف كان في حق آدم لم يكن كثيرا، هو مجرد بس نهي واحد عن أكل من الشجرة، فإذا نسى هذا الأمر البسيط فكان في حقه ذنب. ما ورد في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورد في حقه عدة نصوص. قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخر الآيات. قالوا أهل الشك طبعا وعدم العلم هذا شك وعدم يقين من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والجواب أن إبراهيم عندما قال أرني كيف تحيي الموتى لم يكن شاكا، وإنما كان عنده يقين الخبر وإيمانه، وإنما يقين الخبر وإيمانه. يبقى أصلا سيدنا إبراهيم كان عنده اليقين بأن الله هو يحيي ويميت،
بدليل لما ناظر النمرود فقال ربي الذي يحيي ويميت، ده عنده يقين أصلا يعني. يبقى سيدنا إبراهيم لم يكن عنده شك، وإنما كان عنده يقين الخبر وإيمانه، فأراد أن ينضم إلى هذا اليقين يقين المشاهدة والمعاينة. يبقى احنا عندنا اليقين مراتب، اليقين مراتب ومراحل. المرتبة الأولى قالوا علم يقين، تمام، وبعد كده عين يقين، وبعد كده حق يقين. فسيدنا إبراهيم أراد أن ينتقل من هذه المراتب درجة فدرجة، فكان عنده علم اليقين. عين يقين دي المشاهدة، فهو أراد أن يشاهد بعينه، المشاهدة والعيان، وليرتقي في اليقين، ولذلك قال ليطمئن قلبي، يعني يرتفع ويزيد في الإيمان. دي الرد على على الشبهة الأولى. القول الثاني أو الآيات الثانية التي قد يدخلها بعض سوء الفهم من الناس، أنه قال في سورة الأنعام فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طب ازاي هنا يقول قال ربي؟ وعندما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكون من القوم الضالين. وعندما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فهذه عبادة لغير الله واعتراف بألوهية غيره. دي الشبهة، هذه هي الشبهة الثانية. الرد قال أن قوله للكواكب والقمر والشمس مجاراة للخصم في رأيه. دي مجاراة للخصم، يعني يعني أهل سيدنا إبراهيم أو قوم سيدنا إبراهيم وقتها كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمر. فسيدنا إبراهيم بمعنى الكلام إن هو بيقول خلاص أنتوا بتعبدوا الأصنام دي، طيب أو الكواكب دي أنا هعبدها معكم، ونفترض إن هي إله، فقال إن ده ربي خلاص أنا هعبده. وهذا مجاراة وليس على سبيل الحقيقة. يعني أنا بيمشي معاه زي ما بقول، يعني يفضل معاه في الحجة علشان يقيموا الحجة عليه، حتى يظن أنه تحول عن دعوته إلى عبادة النجوم والكواكب. حتى إذا التفت إبراهيم واستمع إليه أتى إبراهيم على هذا الرأي بالإبطال والتسفيه. يعني كأن إبراهيم استمع إليهم ومشى مع كلامهم، يعني زي ما بنقول كده أخذهم على قد عقلهم، وبعد كده لما بين لهم بالأدلة يقيم عليهم الحجة ما يستطيعوش أنهم يردوا عليه. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وقال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ثم بين لهم أن المستحق للعبادة هو خالق هذه الأجرام ومصرفها. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا الأسلوب من أبلغ أساليب الإلزام للخصم وإفحامه. 3 قال عندما خرج قومه في عيدهم وأراد أن يمتنع عن الخروج بحث عن عذر يعتذر به فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. وعندما كسر الأصنام قالوا أنت فعلت هذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم من كانوا ينطقون. فقالوا هنا نسبوا الكذب لإبراهيم عليه السلام. طيب والجواب قال إني سقيم، يعني حزين القلب على عدم إيمانه على قومه. الجواب هنا قال إني سقيم أي حزين. شوف المؤلف بيقول سقيم يعني حزين القلب على عدم إيمان قومه، إلا أنهم فهموا أنه مريض ولا عيب في قولي لأنه صادق فيه. أما قول بل فعله كبيرهم هذا فإنما قال ذلك بقصد أن يستدرجهم ليعترفوا بضلالهم ويقلعوا عنه، ولذلك قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولما اعترفوا بأنهم لا ينطقون أعلن الحق الذي ألزمهم به، وفي بالفعل في الحالة دي لا يستطيعون رد عليه. ولكن عندي ملحوظة على كلمة سقيم يعني مريض. لا، هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، وهنا بين أنه كذب عليه الصلاة والسلام. هنا يقصد بالمرض العادي أنه فعلا مريض، هو لم يكن مريضا ولكن تحجج بهذا حتى لا يذهب معهم إلى عبادة الأصنام أو إلى السوق بتاعهم أو إلى اللهو بتاعهم. فهنا الكذب بتاع سيدنا إبراهيم كان لسبب، هذا لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات، 2 أو 2 منهما في ذات الله.
اللي هي قال بل فعله كبيرهم، وقال إني سقيم، الثالثة لما قال عن السيدة سارة أنها أختي. طيب، ما ورد في حق موسى عليه السلام؟ قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فظاهر الحديث يوهم أن موسى عليه السلام قتل شخصا بغير حق، وهذه كبيرة مما كان يصح أن تقع من نبي. الجواب أن بني إسرائيل كانوا مستذلين في مصر مهضوم الحق، وكانوا يتعاونون على رد الظلم عنهم. وقد مر موسى عليه السلام برجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته يعني من بني إسرائيل، والآخر من عدوه من أتباع فرعون. فحاول موسى عليه الصلاة والسلام أن يرد المعتدي وأن ينتصر للضعيف المظلوم، فوكذ الظالم يعني دفعه عن صاحبه، ولكن المعتدي لم يتحمل هذه الدفعة اليسيرة فوقع ميتا. فلم يكن هناك اعتداء من موسى عليه السلام، وإنما هو رد اعتداء على مظلوم لم يقصد موسى عليه السلام قتله ولا إيذاءه، وإنما قصد دفعه فحسب. هذا ما فعله موسى، وده الرد. فلم يرتكب شيئا يستحق اللوم ولا المؤاخذة، واعترافه أمام ربه بظلمه فقه، وطلب المغفرة من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. برضو يعني هذا في حق موسى كأنه ذنب، أما في حق غيره، في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، في حق غيره ليس ذنبا أبدا يعني. ويجاب أيضا بأن القتل وقع من موسى على سبيل الخطأ، وقع من موسى عليه الصلاة والسلام على سبيل الخطأ. والدليل على كونه خطأ أنه لو قصد القتل لضرب الرجل بشيء يقتل عادة، ولكنه ضربه بيده، والضرب باليد لا يقتل في الغالب. وما ورد في حق يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. هنا الكلام على هذه الجملة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهذا يوهم أن نفس يوسف عليه السلام مالت إلى الوقوع في الجريمة، وهذا لا يليق بالأنبياء. والجواب أن امرأة العزيز عندما تعلقت بيوسف راودته عن نفسه بعد أن عدت العدة لإغوائه، فغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. ولكنه عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم ردها رد المؤمن القوي، فقال: معاذ الله، إنه ربي، أي إن زوجك سيدي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولكنها لم ترضى بهذا الأسلوب المعظي الخاضع للعقل والحكمة، بل أرادت أن تشبع غريزتها وأن تحقق رغبتها، فهو عبدها، فكيف يقف منها موقف العناد والامتناع؟ فهمت به ترغمه على ما تريده، وهم بها يدفعها عن نفسه. فهم امرأة العزيز غير هم سيدنا يوسف. هي همت بإغوائه، وهمت بوقوعه وتقع معه في المعصية، وهو هم أن يدفعها. وكادت تقوم بينهما معركة لولا أن أنقذه الله من هذا المأزق بأن رأى دلائل حضور ربه وسيده، فأسرع إلى الباب يريد أن يعتصم به، وهي من خلفه تسابقه وتجذبه من ثيابه حتى مزقتها. وإذ برحمة الله تدرك يوسف عليه السلام فيجد السيد لدى الباب، فتسرع المرأة إلى إلقاء الاتهام، ولها من ضعفها وأنوثتها ومكرها ما يبرر من ذلك الاتهام، فتقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولكن السيد وهو الحاكم الأريب يستمع إلى دفاع يوسف عليه السلام، فيعرف جرم زوجته وبراءة يوسف عليه السلام، فيعلنها صريحة. قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يا سلام.
فنفس يوسف عليه السلام لم تحدثه بالخطيئة ولم يجد من نفسه ميلا إليها، وإنما هو اختبار من الله ليوسف عليه السلام، خرج منه طاهر الذيل طيب النفس شريف القصد. ومع ذلك فقد أخذت امرأة العزيز تكيد له، فجمعت النسوة وأعلنت عليهن ما كانت تخفيه، واعترفت في جرأة أنها طلبت منه وهددته أمامهن. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وفي قوله فاستعصم دليل على قوة الخلق وسلامة الإرادة. فكيف يتصور بعد هذا كله هم أن يوسف عليه السلام هم بها يريدها لنفسه؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. هذه والآية التي ما توهم أن يوسف عليه السلام مال إليها بقلبه، ختامها يثبت البراءة ليوسف. والإنسان إذا قرأ آية يوهم منها أنها فيها بعض الإشكالات يكمل الآية. قال لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقد اعترفت امرأة العزيز ومن معه من النساء ببراءة يوسف، وتكفي شهادتهن في البراءة لأنهن صواحب الدعوى. بعد كده ما ورد في حق داود وما ورد في حق نبينا صلى الله عليه وسلم.